السلام عليكم، عاملين ايه؟ كويسين. النهارده هنقول كلام مهم قوي قوي قوي. طبعا احنا كل مره بنقول نفس الجمله، بس هو فعلا الكلام اللي بنقوله مهم جدا وبيغير الحياه لو طبقناه. عارفين لما ما بيجيلي حد في الجلسات، أه والاقيها كده مصممه على الافكار بتاعتها السلبيه تجاه نفسها او تجاه الحياه، فبسيبها تقول اللي هي عايزه تقوله، وبطلب منها طلب واحد. بقول لها بصي انا هطلب منك طلب واحد بس. فتقول لي ايه؟ فاقول لها ما عنديش مشكله انك تقولي كل الكلام اللي نفسك تقوليه، بس عايزاكي تعملي حاجه واحده بس، هي انك تختاري نفسك. فتقول لي يعني ايه اختار نفسي؟ اقول لها انت من حقك تقعدي تشتكي وتحكي كل الوحش اللي في حياتك و بس عايزاكي بعد ده كله لما نيجي نطرح الحلول على الترابيزه، تختاري نفسك بانك تختاري تعملي الصح ليها. هي بتبقى مش مستوعبه لسه معنى الكلمه. هي متخيله او كل الناس بتتخيل طالما انا رحت اشتركت في جلسه او اشتريت كتاب او حضرت محاضره مفيده، كده معناها ان انا بختار نفسي وبعمل الصح اهو. لا، احيانا بيكون مخنا بيضحك علينا ويقول لنا ايه اللي هو يلا اهو هنحضر اما نشوف، بس انا عارف من جوايا ان مفيش حل. انا عارف من جوايا ان انا مش كويس. انا عارف من جوايا ان انا عمري ما هحقق حاجه في حياتي. خلاص. فبتكون زي حيلة بيعملها مخنا او بتعملها نفسنا عشان تبرئني قدام نفسي. انا عملت اللي عليا اهو، اهو مفيش حل برضو. لا، عشان كده في اول الجلسة مع بعض الناس بقول لهم اختاري نفسك. لو اخترتي نفسك الحلول هتتعمل والدنيا هتبقى سهلة. انما لو اجتمعوا اهل الارض كلهم لمحاولة اصلاحك او اصلاحك، لن تفيد هذه المحاولات طول ما انت او طول ما انتي مش مختاره نفسك. معقوله يعني الاختيار ده هو اللي هيفرق؟ الاختيار ده هو اساس كل شيء. لو انا اخترت ان انا اعمل الكويس، بيحصل حاجه اسمها ايه؟ تغيير في عالم الافكار. لما تتغير الفكره بتاعتي خلاص هيتغير سلوكي. لما يتغير الفكره اللي جوايا هيتغير سلوكي. فانا اخترت ان انا اغير فكرتي عن نفسي، بس انا نفسي بتعمل حاجات كتير مش كويسه ونفسي مضيعاني ونفسي فيها عيوب بالهبل، بس انا اخترت ان انا اقف في صفها واعمل ايه؟ مصدقش الوحش اللي بيتقال عنها جوايا اللي ممكن ما يكونش صح، وبختار ان انا اصلح العيوب اللي موجوده فيها فعلا. فبالتالي هعدي للبر التاني، بر ان انا ايوه انا لقيت نفسي، هو ده اللي انا عايزاه. ده لا يمكن يحصل الا لما اختار ده بصدق من جوايا. لذلك عايزه اقول لكم على حاجه مهمه قوي. في نظريه في علم النفس اسمها نظريه الاختيار، عشان تعرفوا الموضوع كبير قد ايه. نظريه معموله مخصوص عشانه. مش هدخلكم في التفاصيل بتاعتها العلميه قوي، بس هديكم كده ايه الحته اللي بره اللي تهمنا دلوقتي. نظريه الاختيار دي بتقول ايه؟ بتقول انه نوعيه الاختيارات اللي بيختارها الانسان، اوكي، بتعتمد عليها جوده ونوعيه حياته. على حسب الاختيار اللي هختاره في الحياه، على حسب شكل حياتي هيكون عامل ازاي. كنت منزله ريل قريب اللي هو باختصار عن الحته دي، انه لو انا اخترت الصبح كل يوم ان انا بائس تعيس، او انا حظي مش كويس، او ان الشغل اللي رايحه ده اسوأ شغل في العالم، اذا هو ذلك. كل الظروف وكل الحياه هتجتمع كده وتثبت لك هذا الاختيار ان هو صح. خلاص. طيب لو انا اخترت العكس، لا انا هحاول، انا هكمل في امل، ان شاء الله هروح اغير سلوكي شويه مع الناس اللي في الشغل فيتعدلوا معايا او ايا كان يعني، فهلاقي سبحان الله بتتيسر معايا. فنرجع تاني لحته نظريه الاختيار. فنظريه الاختيار بتقول ايه؟ ان الشخص الوحيد اللي انت قادر على التحكم فيه في هذا الكون هو انت فقط لا غير. ذلك في اي علاقه مع الاخر انا بضيع وقتي لما بحاول ان انا اتحكم في اللي قدامي، في رد فعل اللي قدامي. الحته ديت ما تفتكروش انها سهله او بسيطه. الحته ديت عليها عامل كبير جدا في الحياه. انت بس لو تحكمت في سلوكياتك الحياه كلها هتتغير. ردود افعال الاخرين تجاهك هتتغير. لو شخص ما اهني او شتمني، رد فعلي بعد كده هو اللي هيتحكم في ان هو والاشخاص اللي حواليه
هيتعاملوا معايا ازاي؟ طيب والاقدار، طب دول اشخاص ودي ظروف وده مش عارفه ايه. طب والاقدار اللي ربنا نزلها عليا او الابتلاءات اللي في حياتي ينطبق عليها نفس الكلام. ربنا انزل عليك قدرا ما انك تتولد مع العيله دي، انك تخش الجامعه دي، اوكي، انا هفترض برضو اختيارك في التعامل مع هذا القدر هو اللي هيحدد شكل حياتك في المستقبل هيبقى عامل ازاي. وعايزاكم برضو تاخدوها قاعده في الحياه كده، حتى لو انت مش مؤمن بيها قوي، محتاج تشتغل على ايمانك فيها، انه ايا كان القدر الالهي اللي ربنا وضعك فيه فهو ده احسن اختيار من ربنا ليك، حتى لو هو مؤلم، حتى لو هو مؤلم. انما المطلوب منك حاجه واحده بس، مش انك تقعد وتتالم، مطلوب منك انك تستسلم لقدر الله سبحانه وتعالى، ترضى بيه وتشوف ايه المخارج اللي ممكن اخرج بيها من القدر ده، او ايه الحاجات الحلول اللي ممكن احل بيها المشكله اللي انا واقع فيها دي. وانا اتعلمت في حياتي ان احنا مسيرين في اقدار الله سبحانه وتعالى، ولكن مخيرين في تعاملنا معاها. على سبيل المثال انا ذاكرت في الثانويه العامه كويس جدا واتظلمت في التصحيح ودخلت كليه مش عاجباني، اوكي، قدامي اختيارين. في الحاله دي قدامي اختيارين، لازم تعرف ده من ضمن الحاجات ان انت في كل شيء في هذا الكون قدامك اختيارات في التعامل معاه. فانا هرجع للمثال بتاع الجامعه، قدامي اختيارين، ان انا اتأفف واكره حياتي واخش في حاله اكتئاب لان انا دخلت كليه مش عايزها، او اختار ان انا هو انا عايز ايه، مش عايز التميز، اوكي، هحاول ان انا اثبت نفسي في الكليه دي على قد ما اقدر، واشتغل على قد ما اقدر على نفسي فيها، واحاول اكسب فلوس بحيث انها تخليني تكون هي عباره عن جسر ليا اللي هروح من خلاله احقق الاحلام التانية اللي انا نفسي فيها. في الحالتين النتيجه هتبقى عامله ازاي؟ مختلفه تماما. احنا الاتنين اتحطينا في نفس القدر، نفس المجموع، نفس الكليه، بس كل واحد طلع بمخرجات تانية خالص. على حسب ايه؟ على حسب الاختيار اللي انا اخترته ان انا امشي فيه. هو امتى بنقول الحاجه دي انا مضغوط نفسيا، الحاجه دي ضغطاني نفسيا؟ لما الحاجه ما تمشيش زي ما انا عايز، بقت ضغط نفسي. لذلك ممكن الكليه يكون عند حد ضغط نفسي، عند حد تاني لا. ممكن يكون تربيه العيال عند حد ضغط نفسي، عند حد تاني لا. ممكن يكون الزوج الشديد او الصعب عند حد ضغط نفسي، عند حد تاني لا. صناعة المحتوى ممكن تكون عند حد ضغط نفسي، عند حد تاني لا، وهكذا. كل شيء على حسب تفسيري، واختياري للتفسير ده هيكون ايه، واختياري للاكشن هيكون عامل ازاي. فاحنا عايزين نتفق خلاص ان معظم الظروف اللي في حياتنا هي حيادية، انا اللي بديها المعنى. فانا شايف ان الزحمة دي ضغط نفسي، انا اديتها المعنى. حد تاني شايف ان الزحمة ده وقت اقعد اذاكر فيه زيادة، او ده وقت ان انا اقعد ان انا اسمع بودكاست فيه زيادة، او ان انا اعمل مكالمات تليفون، او ايا كان. فتفسيري للشيء واختياري للتفسير ده هو اللي هيحدد المسار اللي انا همشي فيه في حياتي. كان في قاعده كده قالها مره ستيفن كوفي في كتابه، هي شبيهه قوي لنظريه الاختيار دي، عشان اسهل لكم المعنى اكتر. قال في قاعده اسمها 90-10. 10% من احداث الحياه هي ظروف قدريه خارجه عن صوابع ايدينا في التحكم فيها، حلو، ولكن في 90% التانيين دول هي ردود فعلي تجاه هذه الأقدار. شوفوا أنا عندي نسبة كبيرة من التحكم قد إيه. ما هو ربنا سبحانه وتعالى عادل، من أساميه إن هو عادل، خلاص. والعادل ده خلاص مش ممكن يحطك في قفص ومقفول عليك بالمفتاح ويقول لك بقى يلا يا اتفضل، مستحيل. لو اتحطيت في اوضه مقفوله دايما هيكون في شباك او باب، مخرج تخرج منه من القدر ده او من الشيء الصعب اللي انت عايش فيه. حط المعنى ده في دماغك، حياتك هتتيسر بشكل عجيب انت مش متخيله. وكم الفرص اللي هتبقى متاحه ليك في هذه اللحظه كبير جدا بشكل لا تتخيله، لمجرد ان انا عارف ان ربنا مش هيحطني في قدر ملوش مخرج. ودايما نفتكر القاعده بتاعت ستيفن كوفي دي، علق عندك في الاوضه كده 90-10. فطول ما بيحصل في حياتك احداث، بص على 10-90 دي. 10 ده الحدث، 90% هو اللي هيحدد الحدث ده هيأثر على حياتي بنسبة قد ايه. 90% دي هي اللي هتحدد انا هنجح في حياتي قوي قوي ولا هكون في اسفل السافلين. واللي بيأكد النظرية دي اكتر، في ايات في القرآن كتير جدا بتأكد النظرية دي، خلاص. في ايات انا مش فاكرة قوي الكلمات بتاعتها، بس انا فاكرة معناها، فهقول لكم عن معناها.
الشيطان يوم القيامة هيقول ايه لربنا؟ هيقول انا ماليش دعوة. انا ما قلت لهمش يعملوا كده، انا ما عملتش حاجة غير ان انا دعوتهم فاستجابوا لي. شايفين؟ هو هيتبرى مننا. هو مش معنى ان انا دعيتك للشر، دعيتك للمعصية، ده معناها انك تستجيب ليا. حبيبي الاستجابة في ايدك، ده اختيارك. انا بس بقولك وانت حر تختار اللي انت عايزه. عشان كده ربنا ميزنا عن باقي المخلوقات الكون ده كله بالقدرة على الاختيار، بان انا اعقل الاختيار. فانا لو مش مفعل الاداة دي، فرقي ايه عن بقية المخلوقات؟ لا وكمان ميزنا عن بعض درجات على حسب نوعية الاختيار اللي بنختاره. انا مريت بابتلاء، خلاص، بؤس بقى واكتئاب واحزان وشلال من الهم، خلاص، واخترت ان انا ابقى في الكورنر ده برغم من كل المساعدات اللي بتقدم لي. وفي نفس الموقف حد تاني اختار ان هو يحزن ويزعل و بس انا عايزه اطلع بقى من الكلام ده، انا عايزه افوق بقى. فهو ده حياته تبقى حاجه تانية خالص غير الشخص الاولاني. في دراسه اتعملت في جامعه مينيسوتا، لسه فاكراها دلوقتي، كانوا عايزين يقيسوا فيها مستوى السعاده بين البشر، خلاص. فمن ضمن اجزاء التجربه اللي كانوا بيعملوها ان هم جابوا زوجين وبيسالوهم مجموعه من الاسئله عن نظرتهم للسنه اللي فاتت كانت عامله ازاي. بيقيسوا فيها ان قد ايه نظرتنا للاحداث بتتحكم في مدى السعاده بتاعتنا. جابوا زوجين ليه؟ عشان خاطر يكونوا الاتنين حصل لهم نفس الاحداث. فهي بيسالوا الزوجه بيقول لها احكي لنا عن العام اللي فات كان عامل ازاي. انا مش فاكره الاحداث بس انا هالف الاحداث. ان انا جوزي عمل حادثه ورجله اتكسرت، وانه مراره عنده انفجرت ودخل العمليات وشال المراره، وانه للاسف ابوه مات وكان عام حزين جدا، وابني للاسف عمل حادثه كبيره جدا ومضطر ان هو ما يكملش الجامعه بتاعته السنه دي. فبجد كان عام بائس جدا ما اتمنهوش ابدا يتكرر مره تانية. سالوا الزوج راح قال ايه؟ الحمد لله كان عام كويس. اكتشفت ان انا عندي المراره الحمد لله تم ازالتها، واتخلصت من الام شديده كنت عايش بيها. ابويا الحمد لله عاش لحد ما وصل 95 سنه بصحه وعافيه، وراح في امان وراحه وسلام من غير ما يمرض ويعاني. ابني الحمد لله عمل حادثه كبيره جدا، ما حصلش عنده مضاعفات كبيره جدا تمنعه من الحياه، وان شاء الله هيكمل الجامعه بتاعته السنه الجايه. فكان عام كويس مليء بالحمد لله. الاتنين نفس الاحداث، بس الاتنين تصورات مختلفه عن بعض. ف والاتنين مروا بنفس الحدث. طب ما انا ليه احكم على نفسي بالاحداث اللي بتحصل لي بالبؤس الدائم؟ خلاص هو الاقدار حصلت، يرضى بيها واقول الحمد لله واتبسط في حياتي، يفضل متعكنن وواقف عندها ثابت عندها. ليه بيحصل لي كده؟ وابدا اتذمر واشتكي لحد ما اوصل لمرحله من السخط على الله عز وجل. وانه في الغالب القدر احنا قلنا ايه؟ 10% و90% رد فعل تجاهه. الحته دي بس عايزه اقول فيها حاجه مهمه. ممكن يكون القدر اللي حصل لي صعب جدا، بس ممكن 90% اللي انا بعمله تجاه القدر ده تصعب حياتي اكتر واكتر مما تتخيلوا. طب انا يعني مثال الجامعه، لو انا اخترت ان انا خلاص انا الجامعه دي بؤس وحياتي باظت والكلام ده كله، تبعات هذا القرار اللي انا اخدته اصعب بكتير من تبعات الجامعه اللي انا دخلتها. انها ممكن توديني لحته ان انا ما اشتغلش، مش لاقي شغل، ما بطورش مهاراتي، فمعيش فلوس، فالفقر بقى مليون. ابتدي بقى ايه؟ انا هقول ايه؟ لو كنت دخلت الجامعه الفلانيه ما كانش حصل كذا كذا فيا. لا يا حبيبي، الموضوع ابسط من كده. انه انت لو كنت قررت بعد ما دخلت الجامعه اللي مش كويسه دي انك تطور من نفسك ومهاراتك، كان زمانك في مكان تاني خالص. حلو الكلام؟ حلو الكلام. كان عندي كلاينت خلاص زمان، كانت كل ما تحكي لي حاجه فتقول لي حلو الكلام او لا حلو الكلام. واحنا عملنا مع بعض سيشنز كتير جدا جدا لمده سنه باين، فالكلمه دي بقت هي لازمه عندها، فبقت كمان لازمه عندي. المهم نكمل. وصلنا لفين؟ كله دوكيومنتد، بسجل لكم كل حاجه هنا عشان ايه؟ انا منساش، عشان انا بسرح ساعات. النظريه دي فيها تفاصيل كتير جدا، بس احنا النهارده هناخد منها الجزء ده، وده اهم جزء فيها. وعايزه اديكم واجب عملي كده عشان تجمعوا اللي احنا قلناه ونبتدي بقى تطبيق. اول حاجه هعمل جدول، خلاص هنا الجدول مش باين قوي بس يعني جدول او اسئله تحت بعض. اول حاجه هسال نفسي، يا اسماء يا حبيبتي، هي ايه الحاجات اللي انت مش متقبلاها في حياتك حاليا؟
خلاص، واكتب. اوكي. رقم 2، هسأل نفسي السؤال التاني، هو ايه ممكن، ما احنا في الاول قلنا انه انا اختياراتي، جودة اختياراتي تتحكم في جودة حياتي. فانا عايزه اعرف ايه اللي انا مش متقبلاه عشان اعدل نظرتي تجاهه. سؤال رقم 2، ايه ممكن يكون الخير او النفع في الشيء اللي انا مش متقبلاه ده وعماله اقاومه؟ واكتب. ما انا لازم اغير العقليه دي. طيب 3، دوري ايه؟ يا ترى ايه المطلوب مني ان انا اعمله عشان اغير المعادله اللي فوق دي، او عشان اغير شعور المقاومه اللي انا حاساه ده، او عشان اغير نظرتي تجاه الشيء ده، او لو في خطوه ممكن تتعمل هتكون ايه تسهل عليا هذا الامر. 4، لو مش عارفه اجاوب على السؤال رقم 3 ده، هسأل سؤال بسيط للغايه هيفتح عليا سيل من الاجابات. مين اتحط في المكان ده قبلي وتصرف ازاي؟ اكيد في شخص على هذا الكوكب، ان ما كانش ملايين الاشخاص اتحطوا في نفس الظرف اللي انا اتحطيت فيه. الاشخاص دي اللي وصلت دي ونجحت وكبرت وحست بسلام وسعاده عملوا ايه؟ دي الاجابه اللي هتكون قدامي، اللي انا هقلدها، او ده التصرف اللي هم تصرفوه هو ده اللي انا هتصرفه، طالما انا مش عارفه اجاوب على السؤال رقم 3. من الجزء من الاسئله اللي احنا سالناها دي هبدا بقى ابص على سلوكياتي. السلوكيات اللي انا بعملها خلال اليوم هل تتوافق مع هذا الاختيار اللي انا اخترته؟ يعني مثلا انا مش متقبله ابدا فكره ان انا اكون تخينه، خلاص، والموضوع عامل لي ازمه نفسيه رهيبه. يا ترى السلوكيات اللي انا بعملها تتناسب مع اختياري الجديد لنفسي، ان انا عايزه اكون رشيقه وعايزه اهتم بصحتي؟ الاختيار اللي انا اخترته ده، السلوكيات اللي انا بعملها حاليا تتوافق مع هذا الاختيار؟ لو لا، يبقى لازم اعمل تغيير تدريجي فيها. اختار ان انا اعمل تغيير تدريجي فيها. بابسط الاشياء يا جماعه، هو التغيير ما بيحصلش بالضربه القاضيه، بيحصل بنظام النقاط. مش فاكره مين الشيخ اللي قال الجمله دي، بس كان في شيخ قال كده، التغيير ما بيحصلش بالضربه القاضيه، بيحصل بنظام النقاط، نقطه النهارده، نقطه بكره، وبقوا خط محترم. واعرف دايما ان انا لو في عقبه قدامي او مشكله او شيء انا بقاومه، خلاص، مطلوبش من اي حاجه حواليا انها تتغير. اول خطوه في الحياه لازم تكون من عندي انا. طالما انا اللي بعاني يبقى انا اللي لازم احل، والحل عندي، واختار الحل اللي يكون في دايره تحكمي بنسبه 100%. ساعتها هتحس بالسهوله واليسر في الحياه. فمن النهارده اختاري نفسك، اختاري كل السلوكيات اللي توديكي للاختيار اللي نفسك تعيشيه. اختاري انك تخشي الجنه، اختاري انك تلتزمي بالصلاه، اختاري انك تكوني زي ما نفسك تكوني، اختاري انك تقدري نفسك وتحترميها، وما تحطيهاش في اماكن او مع ناس ما بيقدروهاش، وما تستنيش من الاخرين ان هم يدوكي قيمتك. انا ليا قيمه وانا هديها لنفسي وهحط القانون بتاعها. حضرتك قبلت تخش في حياتي، اهلا وسهلا، ما قبلتش، مع السلامه، I don't care. اتفقنا؟